ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل في البيت البيتزا بطريقه يعني مش عايزه اقول لكم رهيبه قد ايه. حلوه قوي والطعم تحفه. سهله جدا. بسيطه. احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره، ايا كان احنا بنشتري البيتزا منين، بس في البيت ليها طعم تاني مختلف تماما. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي من كوبايه لكوبايه ونص ميه، طبعا بتختلف على حسب الدقيق بتاعي. انا هستخدم كوبايه ميه، معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، وهبدا اقلبهم كويس مع بعض. واسيب بقى الخميره بتاعتي تبدا تتفاعل كده وترتفع معايا. انا محضره 5 كوبايات دقيق، معلقه كبيره لبن بودر. وعايزه اقول لكم بتفرق جدا 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 لبن بودر في طعم البيتزا، والعجينه بتبقى مختلفه تماما. معلقه كبيره بيكنج باودر، رشة ملح، وابدا اخلط بقى المواد الجافة كده مع بعض لحد ما الخميرة بتاعتي تبدأ ترتفع كده. اول ما خلاص بدأت ترتفع هبدأ انزل بقى بالخميرة بتاعتي، ونبدأ نقلب كويس جدا مع بعض. انا محضرة طبعا نص كوباية مية تاني، بس هننزل بالتدريج بالمية على حسب الدقيق هيحتاج مية مني قد ايه. انا تقريبا هنا لل5 كوبايات دقيق استخدمت كوباية ونص مية. وانا شغاله بقى بعجن، عندي معلقتين زيت زيتون كبار هبدا اضيفهم على العجينه بتاعتي. نبدا بقى نعجنها كويس جدا لمده تقريبا من 4 ل5 دقايق، عشان بتفرق جدا في العجينه بتاعه البيتزا يا جماعه. نزلت على الرخامه بقى وقعدت اعجنها كويس جدا. هبدا الم العجينه بتاعتي بعد ما اتعجنت كويس جدا، هبدا المها كده. عندي بقى الطبق بتاعي، ارش فيه يعني معلقه زيت كده صغيره. نبدا نمسح الطبق بتاعي بمعلقه الزيت، ونحط بقى العجينه بتاعتي لمده تقريبا، انا اختمرت معايا قعدت حوالي تقريبا ساعه، ساعه ونص يعني. طبعا على حسب الجو اللي احنا فيه، بس انا تقريبا خدت معايا حوالي ساعه ونص. عندي بقى نبدا نجهز الصلصه بتاعه الطماطم، ودي مفيش ابسط ولا اسهل من كده صلصه. عندي معلقتين صلصه طماطم، معلقتين كاتشب، معلقه طبعا زيت. نبدا نقلبهم كده كويس جدا مع بعض. عندي التوابل بتاعتي ملح وفلفل بصل باودر وتوم باودر وزعتر. نقلبهم كويس كده. عندي بقى ربع كوبايه ميه صغيره هنضيفها عليها، واول بس ما تاخد غلوه معايا كده الصلصه بتاعتي جاهزه. مفيش اسهل من كده صلصه. بصوا خدت غلوه معايا خلاص كده الصلصه بتاعتي جاهزه. انا بقى كان عندي فراخ متبلاها في الفريزر. عندي معلقه زيت، هبدا انزل بالفراخ بتاعتي هشوحها كويس جدا، ودي هتبقى الحشوه بتاعت البيتزا بتاعتي. ممكن طبعا اي نوع حشوه انتوا بتفضلوه. ممكن تونة، ممكن جمبري، ممكن روز بيف، سلامي، تركي. انا النهارده ان شاء الله هعملها بالفراخ وهعملها بالسلامي. طبعا اي حشو انتوا بتفضلوه مفيش مشكله خالص. الفراخ خلاص كده شوحتها استوت معايا كويس جدا. عندي بقى عجينه البيتزا ما شاء الله اختمرت معايا وبقت حلوه جدا، مش عايزه اقول لكم قد ايه هي تحفه. نزلت بيها بقى، هبدأ أقسمها. أنا تقريبا قسمتها لأربع بيتزات وسط. يعني تقريبا لكل بيتزاية ممكن كوباية دقيق، من كوباية لكوباية وربع دقيق، لأن أنا كنت بستخدمها 5 كوبايات دقيق. بصوا حلوة قوي قوي وسهلة قوي وبسيطة. ومش عايزة يعني عايزة أقول لكم أحلى عجينة بيتزا ممكن تجربوها. هبدأ بقى أفردها، وسهلة جدا في الفرد وطعمها رهيب. يعني احلى كتير 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 من اللي احنا بنشتريها من بره. مش عايزه اقول لكم احلى واضمن. ويا ريت اي حاجه احنا نقدر نعملها في البيت بايدينا بتختلف جدا والله يا جماعه. بجد اكل بره مش عايزه اقول لكم قد ايه هو، يعني مش عايزه اقول حاجه هو قد ايه يعني مضر. اكيد احنا كلنا عارفين مفيش احسن من اكل البيت. وفي الظروف اللي احنا فيها وفي الوقت اللي احنا فيه يعني يستحسن اكل البيت احسن بكتير، انضف، على الاقل ضامنين ان احنا عاملينه بايدينا. الطعم كل حاجة احنا يعني عارفين احنا عاملينها ازاي كويس قوي. بصوا بدأت العجينة اتفردت معايا حلوة قوي. انا البيتزا بتاعتي بحبها السمك رفيع، تبقى احلى بكتير. بحب ازود يعني انا لما باجي افردها بفردها اكبر من الصينيه بشويه، لان انا هعملها هحشيها الاطراف جبن. عندي بقى صلصه البيتزا بتاعتي جاهزه، هنبدا بقى نفردها كده كويس جدا. لو مش متوفر عندي صلصة وحابة استسهل شوية، ممكن يعني الكاتشب مش هيأثر يعني معاكم في حاجة، ممكن برضو معلقة كاتشب كده كبيرة هتقضي الغرض برضو. آه نبدأ بقى نضيف الأطراف كلها جبن ونقفل عليها كويس.
بس بتدي شكل حلو قوي للبيتزا، الولاد هتحبها قوي وهتتبسط بيها. نخلي الولاد تشاركنا في العمايل، الحاجة هيتبسطوا قوي، وهتبقى حاجة حلوة قوي وسهلة قوي وبسيطة ولذيذة، وكتكلفة يعني لا تقارن بأسعار بره. بجد الأسعار بقت بره صعبة قوي. والجودة مش هتبقى زي الجودة اللي انت عاملاها في البيت، يعني مش هتطلع بنفس الجودة اللي انت عاملاها في البيت. ونظافتك واستخدامك انت للحاجة بيفرق جدا جدا يا جماعة والله. انا حشيت الاطراف بتاعتها كلها جبن. هبدأ بقى اضيف الفراخ بتاعتي. عندي بقى الجبن بتاعتي، انا عندي جبنه ميكس كده، وعندي جبنه موزاريلا اضيفهم على الوش، واي خضار بقى انتوا بتحبوه بقى من فوق. انا مقطعه طماطم وفلفل وزيتون. ممكن بقى لو عندكم مشروم، اي حاجه الولاد بيحبوها انتوا ممكن تضيفوها من فوق. ونبدا بقى بعد ما اضيف الخضار بتاعي، عندي الاطراف بتاعتي كده هبدا برضو ادهنها صلصه عشان تدي لون حلو، وش يبقى الوش بتاعها حلو جدا. وانا بعمل البيتزا، بحضر البيتزا، انا مشغله الفرن بتاعي تقريبا قبل ما تدخل الفرن تقريبا بحوالي 10 دقايق عشان الفرن يبقى سخن. البيتزا في التسويه لازم تبقى الفرن سخن جدا. هتقعد تقريبا على الرف اللي قريب جدا من الفرن، يعني تقريبا الرف اللي تحت تقريبا حوالي 10 دقايق، وتبدأ تاخد لون. انا عملت واحده فراخ. البيتزايه دي هنعملها سلامي برضو بنفس الطريقه، سهله قوي وبسيطه، والطعم حلو قوي قوي قوي، وهتعجبكم ان شاء الله. هبدأ بقى اخرم البيتزا بالشوكة، بتفرق جدا برضو في التسوية، بتدي تسوية حلوة قوي للبيتزا بتاعتي. ونضيف الصلصة بتاعتنا، ونبدأ نعملها برضو بنفس الطريقة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة، ما تنسوش طبعا اللايك والشير، ومستنية طبعا رأيكم ومستنية كومنتاتكم. آه بصوا خلاص انا جهزت البيتزا بتاعتي بنفس الشكل الطريقة التانية بالظبط. هضيف برضو الاطراف بتاعتها جبن. انا البيتزا دي انا هعملها سلامي، سهلة قوي وبسيطة، وطعمها حلو قوي قوي. انا كده خلاص الاطراف بتاعتي حشيتها بقى الجبن. هبدأ بقى اضيف السلامي بتاعي. مش عايزة اقول لكم قد ايه هي سهلة، بس طعمها احلى بكتير جدا من بتاعت بره. هبدأ بقى اضيف الجبن بتاعتي. عندي بقى الفلفل بتاعي والزيتون، نضيف عليها فلفل وزيتون. ما ننساش طبعا معلقة الصلصة اللي احنا بنضيفها على الوش كده، بتدي لون حلو قوي قوي في التسوية بتاعتها. اضيف الفلفل بتاعي والزيتون. وكده بقى البيتزا بتاعتي جاهزة ان هي تدخل الفرن على درجة حرارة تقريبا 180. بتقعد 10 دقايق مش اكتر من كده، لحد ما تاخد لون من تحت ولون من وش فوق. شكلها وطعمها حلو قوي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة. مستنية رأيكم ومستنية كومنتاتكم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.